طب والله العظيم احسن بيان طلع من 10 سنين في تاريخ النادي الاهلي هو البيان ده. بيان ناري من النادي الاهلي موجه الى هاني ابو ريده شخصيا. اداها له في مخه، اداها له في مخه. بص يا عم الحاج، كفايه طبطبه، طبطبنا عليهم كتير وقلنا لهم حضرتك ومش عارف وسيادتك وهم ما فيش البعد اللي في راسهم بيمشوه غصبت عن عين الاهلي وغصبت عن عين نادي الزمالك وغصبت عن بيراميدز اللي في راسهم بيمشوه يعملوا مشكله من لا شيء. بس الدور ده الاهلي خلاص مش هيسمي على اتحاد الكوره وخصوصا هاني ابو ريده، وخصوصا بعد ما خبى الجواب بتاع الاتحاد الافريقي وبعد كده هو بذات نفسه اللي قاله بلسانه، قال انا كنت مخبي الجواب لاسبوع عندنا في اتحاد الكوره. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك وشير وصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو انت اول مره تشوف العبد الله المتابعه اهي عندك هنا، دوس عليه مش هتخسر حاجه. قراراتكم واختياركم لا تدعو الى التفاؤل ولا الى التعاون. هناك انتهاك للوائح وتصريحات الحكام كارثيه. والله العظيم كارثيه. النادي الاهلي خلاص فتح النار على اتحاد الكرة وبعد الموقف المتدني من هاني ابو ريده. يا راجل يا راجل يا عديم الدين، يا عدمات الدين اللي عايزين تولعوها نار، عاوزين تولعوها نار. عصام عبد الفتاح قبل كده كان ليه مشكلة مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي لعب بالناشئين ولعب بالعائدين من الاصابة وقال خلاص انا مش عاوز الدوري. وكان نفس المشكلة مع رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح لما قال احتواء وروح المش عارف ايه وروح القانون وروح الاحتواء. فاكرين تروح تجيب الراجل اللي عليه غلط، اللي عليه لغط وتعين رئيس لجنة للحكام. طب واحد زملكاوي هيقول لي طب وانت مالك؟ طب هفكرك لو كانوا جابوا جهاد قريشه بتاعت فضيحة نادي الزمالك ومصر المقاصة بتاعة اليد بتاعة احمد سامي، فاكرها طبعا بس انت بتستهبل. لو كان جابوا الراجل ده وعينوه رئيس لجنة للحكام كنت هتقول ايه ساعتها؟ كنت هتقول متطرمخ للنادي يا ليل. ادي دلوقتي الاهلاوية بيعملوا كده بالظبط، بيحاربوا الفساد من قبل ما ينتشر. الموسم اللي جاي شكله هيبقى موسم ضرب نار، والموسم اللي جاي شكله هيبقى فيه انسحابات سواء من النادي الاهلي سواء من نادي الزمالك، وهيبقى الموضوع يعني مش كوره بس النادي الاهلي ليه حق. الحكام امبارح فضيحه. جهاد قريشه قال اللي بيتدخل في التحكيم وجيه احمد. مين ده وجيه احمد؟ ده خارج الاتحاد. اسمه ايه؟ احمد مجاهد ده ملهوش منصب في الاتحاد، بيروح الاتحاد كل يوم يعمل ايه؟ وبيكلم الحكام بتديهم تعليمات بناء على ايه؟ وتقول انا ارفض وانا مش عارف انا مش عاوز كده. انت مين يا عم الحاج؟ انت مين؟ منصبك ايه؟ شغال ايه انت؟ ما تعرفش. النادي الاهلي متابع الكلام ده كله ده لحظه بلحظه وثانيه بثانيه، واخر ما زهق قال يلا بينا اضرب بيان وافضحهم واحنا مش هنطبطب على حد. والله العظيم لو كل الانديه مشت على نهج النادي الاهلي وعملت اول باول ضربه باول في اتحاد الكوره، والله العظيم لا يطبقوا القوانين ويطبقوا اللوائح وما تجيبش حد يا سيدي عليه شبهه. ما تجيبش حد عليه شبهه بسيطه دي. يعني انا دلوقتي انا راجل عليا شبهه، خلاص طلع احذف معتز ده خالص عشان لا حد يقول ازاي ولا حد يقول ليه. هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي يا راجل. جهاد قريشه فضحهم امبارح، فضحهم. انا مش قادر اجيب لك الفيديو بس اكيد حضرتك شفته. فضيحه والله العظيم اللي عمله النادي الاهلي ده. عين العقل وخليها تنضف.